السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل سمبوسة جميلة جدا. انسي اي طريقة للسمبوسة كنت بتعمليها قبل كده واعملي الطريقة بتاعتي دي، مش هتبطلي تعملي زيها ابدا. اطعم سمبوسة تاكليها في حياتك حقيقي، طعمها حكاية، طعمها حلو قوي. معرفش هي سمبوسة هندية، معرفش يعني من بلد ايه بالظبط، ناس تقول هندية وناس تقول من بلد تانية، بس انا مش فاكرة البلد التانية ايه. بس انا حقيقة عملت السمبوسة دي طعمها رهيب، حكاية حقيقي، طعمها حلو قوي. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقول المقادير بقى يا ستي: 3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات، وبتحطي كمون ناعم وكمون خشن، وبتحطي حبة البركة من كل حاجة معلقة، وبتحطي 3 معالق زيت. طبعا الدقيق بتكوني نخلاه، وبتحطي نص كوباية لبن وتقلبيهم بايديكي كده، تقلبي المكونات دي مع بعضها، وبتحطي نص معلقة ملح، وتبدأي تقلبي العجينة مع بعضها. الدقيق تقلبيه مع الحاجات اللي احنا حطيناها باللبن والتوابل اللي حطيناها، وحطينا نص معلقة ملح، وتروحي مقلباهم حلو. بعد ما بتقلبي بقى والحاجات تندمج مع بعضها كده في الدقيق، تبدأي بقى تحطي لها مية. تشوفي بقى ايه المية. انا محضرة كوباية مية على حسب بقى اللي الدقيق ما بياخد. احنا عايزينها عجينة يابسة يعني جامدة كده مش طرية. اهي حطينا المية، تبدأي بقى بشوية بشوية تقعدي تدكي فيها كده، تدكي فيها جامد عشان هي هتبقى يابسة شوية، بس هي هتبقى سهلة يعني، مش يابسة جامدة قوي يعني. بس احنا مش عايزينها طرية اللي هي تبقى بتلزق في الايد، لا تبقى زي ما انت شايفة كده، شايفاها ما بتلزقش في ايديا، مش يابسة جامد قوي لا، بس مجرد ان هي ما تلزقش في ايديكي. وتقعدي بقى تمسكيها على الرخامة، احلى حاجة بقى على الرخامة عشان تاخدي راحتك، وتديها عجنة حلوة كده بتاع ربع ساعة. وبعد كده تحطيها في البولة ترتاح ربع ساعة، تغطيها وتسيبها ترتاح ربع ساعة. ادي ارتاحت ربع ساعة، نبدأ بقى نفردها. العجينة حلوة ومرنة وجميلة وما بتلزقش في الايد، زي ما قلتلك ما تخليهاش تلزق في الايد. تفرديها بقى بالنشابة. احلى حقيقي سمبوسه ممكن تدوقيها في حياتك، تقولي انا ما دقتش قبل كده سمبوسه، طعمها حكايه حقيقي حلوه قوي. انا كنت بعمل السمبوسه التانية العاديه، بس انا ما شفت دي عجبتني جدا فعملتها. ياه عجبت ولادي قوي، قالوا لي احلى سمبوسه كناها. وفعلا لو عملتيها مش هتبطلي تعملي الطريقه دي. تفرديها بقى بالطريقه دي، شوفي بتتفرد بمنتهى السهوله، ولا بتدهني الارضيه ولا بتدهني من فوق ولا اي حاجه، ما شاء الله، لانها ما بتلزقش، بتتفرد معاكي في منتهى السهوله وسلسه وحلوه، ولا بتقطع ولا اي حاجه، في منتهى الجمال. تبداي بقى تجيبي قطعه وتقطعيها كده، حبيتي تعمليها بقى بالكوبايه براحتك. هتديكي بقى كتير يعني ما شاء الله. وما تشتريش السمبوسه، العجينه بتاعت السمبوسه من بره غاليه، لا انا اعملها في البيت، وكمان عجينه احلى معموله حبه البركه وكمون مخدومه. التانية عباره عن دقيق وميه بس، انما احنا حاطين لها لبن، وما شاء الله عجينه حلوه قوي. وبتحضري لها بقى جبنه، الجبنه اللي تعجبك. انا حاطه لها جبنه بطعم البسطرمه، ومعاها بقى زيتون. حضرت شويه زيتون كده وقطعتهم، وحطيت كمان نعناع اخضر على الجبنه قطعته. وحطيت
قرن فلفل حامي. طبعا انت لو عندك اطفال ما تحطيش فلفل حامي. كده انا خلاص قطعتها وببدأ اشيل الزيادات بتاعت العجين. الزيادات طبعا دي مش هنرميها، هنفردها تاني ونعملها نفس الطريقة. ده النعناع، وده قرن الفلفل اللي قلت لكم قطعته وعليه جبنه اللي هي بالبسطرمه. عندك ريحان حطي، عندك نعناع حطي، بيبقى جميل قوي. ما عندكيش ده ولا ده حطي عودين بقدونس، مفيش مشكله. خدي الورق الاخضر وحطيه. وحطيت زيتون اخضر عليها قطعته عشان ما يبقاش كبير كده في السمبوسه. وعملتها بقى بشكل حلو كده، هوريها لكم. يعني مش المعتاد اللي بيتعمل بيها اللي هي شكل القطايف، لا، عملتها بشكل كده مختلف. نبدأ بقى نحط الحشو جوه السمبوسة في العجينة. شايفة بتتقفل ازاي؟ بقفل الطرف ده والطرف ده، بعملها بالطريقة دي. شايفة بيبقى شكلها حلو قوي ازاي، شكل جديد. اهي اعمل لك واحدة تاني اهي. بصي بقفل الطرف ده واروح ماسكة الطرف ده طبعا على بعض، وده برضو كده. شايفين اهي تبقى الشكل ده. الطريقة اللي تعجبك اعملي بيها، والشكل اللي يعجبك اعملي، بس ده شكل حلو وجديد. خلصنا يا ستي السمبوسة اهي. حبيتي تحشيها فراخ تحشيها لحمه براحتك، بس انا حقيقي بحبها بالجبنه قوي. والا لما تعمليها بالجبنه الاسطنبول، لو انت ما عندكيش زيتون او مش هتحطي زيتون او مخللات، اعمليها بالاسطنبول حلو قوي، او الجبنه القديمه. وتبداي بقى بتحطي زيت على النار وتبداي بقى تحمريها بالطريقه دي، تطلع طعمها حلو قوي جميله. ما اقولكيش يعني، جربيها كده هتعجبك قوي. لو وصلتي معايا لهنا اعملي لي لايك وشير واشتراك. لو انت ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه واعملي لي تعليق، وجزاك الله كل خير. بنبدا بقى نحمرها. حمرنا جزء اهو وطلعناه. شايفه طالع حلو قوي، يعني لونه جميل والعجينه حلوه قوي. نبدا بقى نحمر الجزء الباقي. ما شاء الله ما بتشربش زيت، حلوه قوي. شايفه اهي جميله، لونها حلو جميله ومش شاربه زيت. خلصناها اهي. شايفه سامعه القرمشه بتاعتها. ما شاء الله. ومن جوه هفتحها لك دلوقتي وهتشوفي بقى من جوه ما شاء الله مستويه، ومن جوه ومن بره، وحلوه قوي وعجينتها جميله، احلى من اللي انت هتشتريها من بره او العجينه العاديه. السمبوسه اللي هي العاديه دي احلى منها. شايفه جميله ازاي، حلوه اهي من جوه مستويه في منتهى الجمال. وبالهنا والشفا.